عرفتي تعلمنا من الصغر أن الله سبحانه وتعالى كيتعامل معنا بمنطقين. منطق الترغيب، يعني دير الخير، صلي صلاتك، تصدق باش تنال جنات الفردوس، الله يرضى عليك وتعيش حياتك هاني. ومنطق الثاني هو منطق الترهيب، يعني حضي راسك، ديرش الحرام، بعد على الكحول، بعد على الزنا، حيت راه كاين حساب وكاين عقاب وكاين جهنم اللي ما تقدش عليها. ولكن اللي ما تعلمناش انه كاين واحد المنطق ثالث قليل فاش كنهضروا عليه، وهو منطق الاجبار. يعني ببساطه انك كترجع للطريق المستقيم وانت مجبر مكره، مسدودين في وجهك كاع البيبان، في الوقت اللي ما كينفعش معاك باقي لا ترهيب ولا ترغيب. وملي كيقسى القلب وكتولي النعمه كتزيدك غرور والوعيد كيجيك بعيد، تما كيسلط عليك جميع انواع البلاءات اللي في الارض، من فقر وامراض وزلات وخيبات متتاليه. علاش؟ حيت الله ما بغاكش تضيع، حيت الله بغاك ترجع ليه ولو بالسلاسل. الانسان ملي كيكون في القمه ديال القوه ديالو كينسى الضعف اللي تخلق فيه، كيبدا يسحب ليه باللي هو اللي كيسير الكون، الذكاء ديالو وشطارته. ان الله سبحانه وتعالى كيبتليك بواحد الحاله كيجبرك فيها تعترف باللي انت والو بلا بيه. وهنا كتجي الايه الكريمه اللي كتوصف هذه الحاله بدقه: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فلاحظ كلمة المضطر، هاد الحالة ديال الاضطرار هي قمة الإجبار. ملي كيكون الطبيب عاجز والفلوس ما كيديروا والو والصحاب غايبين، تما كتولي مضطر ترجع ليه. هاد الإجبار هو في الحقيقة تذكرة عودة مجانية الله كيعطيها ليك، حيت باغي فيك الخير. فبزاف منا ملي كيتسلط عليه الفقر او شي مرض كيقول علاش يا ربي انا شنو درت، كيسحب ليه باللي الله كينتقم منه. ولكن الحقيقه هي العكس تماما، الله كيشوفك غادي للهاويه، والترغيب ما نفعش معاك، والترهيب ما كيحرك فيك والو، فكيسد عليك طريق الدنيا باش تلقى طريق الاخره. هذا المنطق ديال الاجبار كنشوفوه في الايه الكريمه: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون هي الخلاصة. العذاب الأدنى اللي هو الفقر، المرض، الضيق، هو مجرد قرصة ديال الأذن باش تهرب من العذاب الأكبر. الله كيجبرك ترجع ليه في الدنيا باش ما تمشيش لعنده وانت خاسر في الآخرة. وفي الأخير خاصك تفهم واحد الحاجة مهمة بزاف: هذيك الحالة ديال الضيق اللي كتحس بها دابا، وهذيك الزلة اللي طيحاتك، وهذيك الخيبة اللي خلاتك بوحدك، راه ماشي صدفة، هذيك دعوة خاصة من رب العالمين. فتخيل معايا، الله ملك الملوك كيسد عليك كاع الأبواب الأرضية، باب الخدمة، باب الصحة، باب الناس والأصدقاء، كيسدهم بالشمع الأحمر. علاش؟ باش ملي تدور وجهك ما تلقى حتى باب محلول إلا بابه هو. هذا هو الإجبار الرحيم. فما تبقاش تقاوم، ما تبقاش تحاول تحل البيبان الله سدها عليك. أحيانا الاستسلام لله هو أعلى درجات القوة. فحط جبهتك الأرض وقول لي: يا ربي أنا جيتك مجبر، جيتك حيت ما لقيت حتى ملجأ آخر، جيتك حيت الدنيا غدراتني والناس خذلوني ونفسي خانتني. وهنا تذكر قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا، الهروب كيكون من الخوف، ولكن الهروب إلى الله كيكون هو الأمان. فإلا كنت دابا وسط المعمعة، وسط ديك العاصفة، عرف باللي السفينة ديالك غادية للمرسى الصحيح. واخا الأمواج عالية، الله ما بغاش يغرقك، بغا يغسل منك الغبار ديال الدنيا. كتقول ما عندك حد، مزيان، هذه هي البداية، حيت ملي ما كيكون عندك حد كيكون عندك الواحد الأحد. وكتقول الدنيا سدات بيبانها، مزيان، حيت باب الله عمره كيتسد، ولكن حنا اللي معميين عليه بالزواق ديال الدنيا. فارتاح وضع حملك عند اللي خلقك، هو جابك عنده بالإجبار باش يذوقك حلاوة اللجوء ليه بالاختيار. ثق بيا، نهار غتحيد هاد الغمة غتشوف وراك وغتقول شكرا يا ربي حيت ابتليتيني، حيت كون ما طحتش هاد الطيحة كون عمري ما عرفت قيمتك، وعمري ما عرفت طعم السجود الحقيقي. وتذكر دائما، أحيانا الله يكسر قلبك لينقذ روحك. وإلى اللقاء.